مهاجم هولندا مهاجم روما في الخط الامامي لتشكيله المنتخب الهولندي التي يدربها رونالدو كومان للمره الثانيه في مشواره. تعرف كره من ريان ايت نوري على الجهه اليسرى، رايان يحاول يمر، ينطلق رايان، ما زال رايان، اوه فيرجيل فان دايك قوة، ثم رامي السروقي يلعبها لعمورة، يغير تماما لرياض، هرب على الجهة اليسرى اليمنى، رياض يستلمها بيمناه، رياض والتغطية من امام فان ديفان، رياض العرضية، الدفاع يتدخل ويخرجها، وعمورة مرة ثانية لرياض محرز، يرجع للخلف لنبيل بن طالب، نبيل والكرة العرضية الراسية من رايان. الضغط العالي الجزائري، رجعت لفان هيكي، انطلاقه من الوسط من هنالك عن طريق دامفريس، وصل مباشره لتيجاني رينديرس انطلق يلعب عرضيه ممتازه لمالين وجول، ضربت في القائم الايمن لمرمى لوكا زيدان. كرة مالين كانت أول فرصة صعبة لعناصر المنتخب الهولندي في هجمة معاكسة سريعة من هنالك كانت من فيفير. شوف السرعة هنا في التحول الهجومي بعد ضغط شوية عشوائي، هنا كيف وجد نفسه تيجاني رينديرس هنا في هذه الكرة، مررها لمالين، استلمها بيمناه وضربها بيمناه في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس لوكا زيدان. كاد يأتي الجول الأول للمنتخب الهولندي في هذه اللعبة. كرة في التماس من هناك، فيفير يلعبها ممتازة، سامرفيل هيل الكرة ورياض في الاسترجاع، حاول ينطلق ضيعها رياض، استرجعت هولندية مرة ثانية، فرينكي دي يونغ من هنا الكرة لصالح خاكبو، هيلة جول، ورأي التسلل، اللعبة ولا أروع في اتجاه تيجاني رينديرس. كاد يأتي الجول الأول بعد هذه اللعبة من كريسنسيو سامرفيل في الجهة اليمنى. الوضعية التسلل كانت واضحة من سامرفيل ولا من هاي اللعبة؟ نعم، وضعية التسلل واضحة من سامرفيل من هنالك في القائم الثاني، ولكن مررها بروعة في اتجاه تيجاني رينديرس. كرة هولندية بالعيد، ضاعت مجددا، هربة من هنالك عن طريق لاعب سامرفيل، عرضية رائعة، سامرفيل بروعة في اتجاه مالين الذي يخطئ الاتجاه، سرعة فائقة من هنالك لكريسنسيو سامرفيل في أول مباراة له يلعبها مع منتخب بلاده. هاو سامرفيل هنا الكرة من زين الدين بالعيد، هرب سامرفيل سريع جدا، مر الكرة على طبق لمالين، لم يكن في وضعية التسلل ولكنه أخطأ التصويب وضيع الفرصة أمام الحارس زيدان. عوار، نبيل، رياض من الوسط، يدخل رياض، ضيعتها رياض والانطلاقه في الهجمه المعاكسه. هاي كره صعبه من هنا عن طريق خاكبو، زاد في السرعه، خاكبو ومالين رائعه من خاكبو، رائعه من زيدان، يخرجها ركنيه. الضغط العالي والسيطره تزيد من جانب لاعبي المنتخب الهولندي لحد الان في المباراه. كره ضايعه هنا من رياض محرز، ثم الانطلاقه من جودي خاكبو، ضرب الكره في الزاويه اليسرى ولكن زيدان كان في المكان المناسب واخرجها ركنيه. لما تكون تتحمل في اباء المباراه امام منتخب قوي تعجز عن الهجوم وتضيع كرات. سامرفيل ورينديرز، رائعه من تيجاني ورائعه من زيدان، يخرجها ركنيه اخرى لصالح المنتخب الهولندي. الفرص اللي جاتهم الهولنديين هي من اخطاء في التمرير من الجزائريين، ضيعوها واستثمروا فيها اللاعبين الهولنديين. هنا سامرفيل لرينديرز، ضربها في اتجاه الزاويه المغلقه على الجهه اليسرى من مرمى الحارس زيدان الذي صدها. فيفير ضيعها، رجعت لفان هيكي من امام عمورة تفوق بروعة مع جويري، راح عمورة، جويري يطلبها رياض، هرب على الجهة اليمنى، رياض يلحق على الكرة، رياض ولا أروع، هذه الكرة هي الأخطر بين رياض ومحمد لامين عمورة. التغطية الدفاعية كانت رائعة وكاد يأتي الجول الأول للمنتخب الجزائري في أول أخطر فرصة في المباراة، اختفى عمورة هنا بقوة وبروعة مع لامين جويري، ثم من هنالك رياض انتظر عمورة وحط له الكرة، يا لها من عودة من هنالك من فان ديفان الذي أنقذ هولندا من كرة جول هنا من أمام عمورة. رياض محرز في الركنية للمنتخب الجزائري، ثاني ركنية تنفذ خارج الكرة بالراس، من هنالك ما زالت الخطورة، فيرجيل فان دايك، نبيل
بن طالب على الطائر. التسديده كانت بين احضان فيربروخن الذي تمكن من صد هذه الكره. هاي اللعبه وهاي الكره هنا، شوف الخروج من فيرجيل فون دايك بقوه، ثم نبيل بن طالب تموقع رائع، ضرب الكره. هاي هاي كانت بين احضان الحارس. شوف هنا خطأ آخر بين ريان وعيسى مندي، والعودة من ريان. الحكم خلى اللعب من هنالك فرانكي دي يونغ. شفتوا قوتهم البدنية ولياقتهم العالية اللاعبين الهولنديين. من هنالك الكرة عن طريق فان هيكي، لعبها على الجانب عرضية ومالن. فان هيكي لعبها في الخلف لدي يونغ، دي يونغ مع فان دايك. الوقت الرسمي انتهى، الحكم صفر نهاية الشوط بالتعادل 0-0 في شوط مثير مرهق ومتعب للجزائريين ولكنه مفيد. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. توغاي خدم مكان عيسى مندي، ثم الانطلاقه من رفيق بالغالي على الجهه اليمنى. رفيق في الوسط لابراهيم مازا غير تماما بروعه من هنا على الجهه اليسرى، توصل عموره يلحق عليه شيبي، توصل لفارس. شيبي مازال، وفارس حاول يمر يرجع للخلف لابراهيم مازا. هايله التسديده من ابراهيم واول ركنيه. تكون مباراه في شوطها الثاني مختلفه تماما عن ما شاهدناه خلال الشوط الاول. نعم تكون مختلفه. كرة كانت من ابراهيم في الوسط، يضغط ابراهيم مازا كاد يسترجعها، ترجع له حاج موسى. ابراهيم مازا انطلق، راح مازا والشيبي، تلعب من هنا عموره. يا سلام، رائعه من ابراهيم مازا لعموره، وكاد ياتي الهدف الاول. يلعبها مع كلايفير، ترجع مرة ثانية، صعبة الكرة، مرفوعة خطيرة، التسديدة. رائعة الكرة هذه، كادت فرصة أخرى من تيجاني رينديرز، كرته مرت عالية فوق مرمى الحارس زيدان. 7 دقائق له. مع جوعان حجام لفارس شيبي والكرة البعيدة لعمورة، استرجعت مرة ثانية من هنالك من مالن. يا توغاي الكرة مرت سلامات. اسرع منك يا توغاي، هذا لازم ما تخلي له الفرصة يهرب. استرجعت مرة ثانية في الوسط لصالح فرانكي دي يونغ، تدخل قوي ورائع، ثم انطلاقة من منفيس ديباي، تغطية من بالغالي لعبها الجهة اليمنى، وانطلاقة صعبة للمنتخب الجزائري. حاج موسى لعمورة، خطيرة عمورة. رائعة التمريرة من حاج موسى لعمورة. الشوط الثاني مختلف تماما عن ما شاهدنا خلال المرحلة الأولى. كلايفيرتس يرجع لرينديرز، فرانكي دي يونغ، مالن، رباعية الكرة. ولا أروع الكرة هذه من كلايفيرت، ومن هنالك خاكبو والصد الدفاعي وراحت ركنية. رائع زيدان اليوم أبدع في هذه المباراة، صد كرة أخرى من جاستن كلايفيرت. شوف هنا كلايفيرت كيف استلم، ضربها بقوة. زيدان اخرجها ببراعه، مليح انه يكسب ثقه. تلعب على الجهه اليسرى، من هنالك الكره البينيه هنا بعيده الكره، والتغطيه من رفيق بالغالي. راح من هنالك حاج موسى، متسلل ولا لا؟ حاول يدخل حاج موسى، هاي صعبه. حاج موسى هاي صعبه. حاج موسى رجعت له مره ثانيه. من هنا لعموره ولكن بعيده. على الجهه اليسرى من هنالك لهاتو مع خاكبو يستند على كلايفيرت.
كلايفرت في وسط الميدان، هيدا منه كلايفرت سريع جدا وفنان سريع، يلعبها بينية. لا 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 لا، لعبة هولندية على الطريقة اللي نعرفوها بزمان على الكرة الهولندية، بهكذا تمريرات بينية 4 5 6 تمريرات انطلقت من كلايفرت في المراوغة الرائعة من أمام نبيل بن طالب. هاي الكرات البينية لا لا، ديباي وكلايفرت رجعت له مرة ثانية قرب المرمى عناصر منتخب. شوف كرة هولندية هنا خلف لاعبي وسط الميدان، استرجعت من هنا عن طريق حجام، يخرج بالكرة يوصل عليها حاج موسى، انطلق على الجهة اليمنى حاج موسى ما زال حاج موسى ما زال الجزائرية من نبيل بن طالب، وصل من هنا على الجهة اليسرى لمحاولة المرور من بولبينا، ارجع للخلف لبن طالب، بن طالب حجام طلبها بولبينا، حجام ما زال يلعب بولبينا، حجام ما زال حجام بولبينا يمر ما زال عنده كرة الآن، فيرتريدا معاه بولبينا وجيرتريدا يرجع للخلف حجام والتوزيع على القائمة الأول، الدفاع يصد ثم ديباي جيرتريدا لحرسو روفس يا بومبوعلي لولو جيرتريدا مرة ثانية، الضغط العالي استرجعت من بولبينا، الخطورة ما زال والحكم خلى اللعب. كان بإمكانه يصفر خطأ، صفر خطأ. مخالفة صعبة للمنتخب الجزائري، فارس شيبي وحاج موسى في تنفيذ هذه المخالفة. يلا يا فارس، حاج موسى وفارس، حاج موسى لفارس، بعيدة فوق كثير كرة هذه من فارس شيبي. يا بالغالي كرة من هنالك منفيس ديباي على الجهة اليسرى، يحاول يمر منفيس ديباي والتوسيعة، وهنا بولبينا يا بولبينا. بن طالب مرة ثانية لحاج موسى، هاي وصلت من هنالك على الجهة اليمنى، كرة صعبة، حاج موسى يحاول يدخل، حاج موسى ما زال هول هدف قبل دقائق قلت لكم سنسجل، وقبل ثواني قلت لكم هذا هو الهدف. فعل حاج موسى في داره، في عطر دياره، في دوكويب ستاديوم، وسجل هدفا في الدقيقة 86. يقترب الهدف وجاء الهدف، فعل حاج موسى وسجل الهدف الأول للجزائريين على الهولنديين في عقر الديار. 1-0 فعل حاج موسى. يا سلام على الكرة، يا سلام على اللعبة، من هنالك على الجهة اليمنى استلم